هذه طريقة أخرى من بين الطرق اللي كنت كنشاركها معكم. إلا كان عندك اليد ديال الكبوط ديال الصوف طويل، اجي تبعي معايا هاد الفيديو ديال هاد السيدة كيفاش تقاد لي هاد الطرزة، وكيجي واحد المنظر رائع. وكيف كتشوفوا طوات وداك القياس اللي كيكون زايد رجعت قلباتو على برا، يعني على الوجه ديال الكبوط. وهانتوما شوفوا هاد الطرزة الزوينة اللي كتقادها بهاد الطريقة هادي. نتوما تبعوا الفيديو غادي تفهموا. هي دارت هنايا هاد اللوين هذا احمر، والصراحه جاي مناسب مع هاد اللون هذا ازرق. وباش تزيد عليه واحد اللمسه فنيه، زادت هاد اللون هذا ديال الموطارد، ولات كتجمع كل ثلاثه د الخيوطه اللي هما بالاحمر كتجمعهم بهاد اللون الصفر اولا الموطارد. وكبقات ماشيه بحال هكايا حتى سالت الكم ديال الكبوط. منها انه كيتجمع هذاك الكم، منها انه كتزيدوا واحد الديكور زوين ورائع، وكيعطي واحد المنظر في الكم. الا وصلتوا حتى لهنا كنتو جداد اول مره كتشاهدوا القناه، خليو معكم ابوني، جيمو كومونتير، ولا كنتو ديجا متابعين ديالي خليو معكم جيمو كومونتير.